الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كثير من الناس يسأل ما الذي نصنع؟ فالبعض يجيب بأننا نناصر حازم أبو إسماعيل، والبعض يجيب بأننا نطالب بالشريعة، والبعض يجيب بأننا نرد الظلم، والبعض يجيب بأننا ندفع الفساد. أي الإجابات أصوات؟ كل هذه الإجابات، لكن لابد أن يكون هناك وعي عام بقضية. هذه القضية إذا حملتها كنت على الحق دوما، وهي أننا كثير من الناس لا يعرف أننا عندما أراد الله عز وجل بالثورة وأزاح الله الطاغوت، كثير منا لم يكن يدرك أبعاد الموقف، ولم نكن نتخيل أن هناك مسؤولية عظمى ألقيت علينا. هذه المسؤولية تلزمنا بأن نقف فيها موقفا يعذرنا عند الله. هناك من يخببنا، وانتبهوا معي وأرعوني سمعكم ووعيكم. هناك كثير ممن يخببنا يقول يعني هم ال1000 فرد دول اللي في الميدان، هم دول اللي هيطبقوا الشريعة، هم دول اللي هيغيروا الدولة. ده سؤال ودي شبهة مهمة جدا. قد يقابلك أي أحد حتى من إخوانك، وقد يقابلك بعض الدعاة والمشايخ، نسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يهدينا وإياهم لما فيه رضاه، وأن يبصرنا وإياهم بالحق، وأن يجعلنا وإياهم أعوانا للحق وبالحق. لكن عندما يقول لك قائل يعني ال1000 واحد دول اللي قاعدين في الميدان هم اللي هيغيروا، تكون الإجابة ماذا؟ تقول الإجابة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن هذا الحال الذي نحياه، الحال المزري الذي يتكلم فيه المتكلمون من على هذه المنصة ومن غيرها، يبين بجلاء أننا صرنا عند كثير من القادة وولاة الأمر أننا صرنا مهمشين لا قيمة لنا. النصارى لهم اعتبار كأقلية، والعلمانيون لهم اعتبار كشريك سياسي في المجتمع، ويرون في أنفسهم من ليبراليين وعلمانيين أنهم النخبة. والطوائف السياسية التي ليس لها وجود في الشارع المصري، وإن كان لها أثر في الحركة بعيدا عن المسميات حتى لا يعتب علي أحد منهم ويظن أن المقال ناقد لهم، كثير منهم لهم اعتبارات في الحسابات. أما المسلمون لا اعتبار لهم في أي حساب، لا في حساب وجودهم، ولا في حساب إحساسهم، ولا في حساب أحلامهم ولا مطالبهم. لا قيمة لهم كعدد، ولا قيمة لهم كفكر، ولا قيمة لهم كحلم أو أمل في شريعتهم أو دينهم. من حق النصارى أن يحكموا بملتهم، وأن يحكمهم المجتمع أو اللجنة الملية أو المجتمع الملي أو المجلس الملي الذي يحكم قوانين الكنيسة. إذا تكلم أحد قالوا هذا حقهم أن يحكموا بدينهم وأن يقضي فيهم رجال دينهم. هل هذا الحق موجود للمسلمين أو لبعض المسلمين أو لطائفة من المسلمين؟ لا. كل الحسابات لجميع الطوائف والفئات لها فيها خانات إلا المسلمين، من العجب. وبالتالي لابد أن نعلم أن هذه الحسابات المغلوطة والمقلوبة التي أهدرت فيها قيمتنا، والتي ذهبوا بكل قيمة لنا فيها ولم يجعلونا في أي حساب من الحسابات، لابد أن نعلم يا إخواني أننا مطالبون بأن نجعل لنا في كشف الحسابات خانة كبيرة تليق بعدد المسلمين وكيانهم، وتليق بهم وبفكرهم. إن انقسامنا وتطويفنا وتفرقنا وجماعاتنا وأحزابنا فلت في قوتنا وأثرت في أثرنا،
صار القوم معنا على طريقة فرق تسد. ومن هنا أنا أناشد وأخاطب كل مسلم إن مجيئك لهذا المقام لابد أن تعلم هو العذر الوحيد الذي يمكن أن تقدمه لربك تقول به أو تعتذر به عن دورك ومسؤوليتك عن هذا التهميش وعن هذا التحقير. دعني أقولها بصراحة، هم يحقروننا ويهمشوننا ولا يروا لأعدادنا قيمة ولا لديننا قيمة ولا لفكرنا قيمة، وفيما بيننا وبين أنفسنا قيمتنا انقسمت وتعددت، وقامت كل فرقة منا على الآخرين سواء بالموافقة أو المعارضة، وانقسمنا فيما بيننا وبين دعاتنا وعلمائنا. كل ذلك جعل قيمتنا تقل لا تعلو، وجعل شأننا يخف، وجعل القوم ينظرون إلينا بأن آخرنا أن نتقاتل فيما بيننا، وأن نتناحر، وأن ينكر بعضنا على بعض، وأن جهدنا وقوتنا تنصرف على بعضنا البعض. لكن لابد أن نعلم أننا ما سكتنا في الفترة السابقة وما سرنا على ما صرنا فيه في الفترة السابقة إلا على أمل أن نصل إلى نقطة بداية. اعتبرنا أنفسنا في عنق زجاجة، واعتبرنا أنفسنا في تتمة الاستضعاف الذي سينتهي بمشروع أو بطريق معين نصل منه إلى نقطة البداية. فإذا بالصفحة تقطع وإذا بالمشروع يهضم ويلغى في زعمهم، فكان لابد أن يكون لنا وقفة مع من أهانونا وحقرونا، ليس وقفة متعلقة بمناصرة شخص، فهذا تقزيم للموضوع وتقليل له. أنت هنا تعتذر لربك عن ضياع قيمة المسلمين وهوانهم على أعدائهم وتحقيرهم لهم. أنت هنا لتعتذر لربك عن ضياع دي أمره في خلقه، وتعتذر بأنك تحاول ما استطعت، وأنك أقل ما يمكن أن تقدمه أن ترفع الكلمة التي تطالب بها بحقك وحق جميع المسلمين. فلا بد أن نعي لماذا نحن هنا. ثم اسمحوا لي أن أدل نفسي وإياكم على منهج عمل في هذه الساحة. هي ساحة للاعتصام، ساحة للجهاد بالكلمة وإنكار المنكر، ساحة لدفع الباطل، ساحة لإشهاد الله عز وجل بأننا نغار على حرماته، وأننا عبيده، وأننا نقدس المقدسات، وأننا نتألم للمنكرات، وأننا يهون علينا الغالي قبل الرخيص فداء ما يرضي ربنا عز وجل. وبالتالي أرجو على الله عز وجل أن نوفق بأن تكون هتافتنا دعاء. يعني بدل ما نقول يسقط حكم العسكر، نقول اللهم أسقط حكم العسكر، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم بور مكر الماكرين، كده هكذا حتى تخرج دعاء إلى الله عز وجل. فلا نتعلم الهتافات من غيرنا وكأننا نقلد غيرنا ونحن عندنا من الزاد ما يحتاجه غيرنا. يعني بدل من أن تكون الهتافات تقليدا، مثلا النهار مش هنلعب، مش ثورة بجد، إنما نقول نحن فداءك يا إسلام، أو نحن فداء دين الله، اللهم أسقط حكم العسكر، اللهم أسقط حكم العسكر، حتى تكون هتافا ودعاء. هذه واحدة. الثانية، لا ينبغي أن تضيع أوقاتكم وأنتم في ساعة جهاد بالكلمة، ساعة جهاد بالبذل. لابد أن يقيم كل منكم الليل، لابد أن يروا الناس إن المجموعة الفاضية اللي موراش شغلانة، اللي معطلة الإنتاج والاقتصاد، اسمعوا المنافقين وهم يخرجون البغضاء من أفواههم، ستضحك ملء فيك
لأنهم حاقدون حاسدون لا يرجون أن يرفع أحد. الإعلام الآن ينعي ويسب ويشتم ويلعن ويطعن في هذه الوقفات، لما كان يقف الناس في موضوعات القصر العيني وأحمد محمود دون الطعن، لا أقصد الطعن ولا التنقيص، لكن لما كانت مطالبهم ليست هي حق رب العالمين وليست هي إقامة أمر الخالق في الخلق، كان الناس يقولون الثوار وشباب الثورة. أما احنا عشان مسلمين لا نصلح أن نكون ثوارا، ولا نصلح أن نكون شباب ثورة، ولا نصلح أن نكون أصحاب مطالب، ولا نصلح أن نكون معتصمين. احنا عندنا عدم صلاحية، احنا مادة ما تنفعش في حاجة في رأيهم. لابد أن تروهم من أنفسكم أنكم مؤهلون بفضل رب العالمين لقيادة الدنيا، لأن الله جعلكم كذلك بما علمكم من دينكم. أنتم شهداء الله في الأرض بدينكم، ليس بأجسادكم، بفكركم وعقيدتكم، ليس بشهواتكم ولا بضلالكم ولا جهلكم. لابد أن تكون الهتافات الدعاء، أن تنشغلوا بالذكر حتى يرانا الله عز وجل فيرزقنا معيته، وهو يرانا حيث نكون سبحانه وتعالى. ثم لابد أن يكون منا ومنكم يعني أقسام تقيموا الليل وتصلوا أمام الناس ليقتضي بكم غيركم. ثم أنادي كل واحد منكم أن يبلغ عنا أن هذا الاعتصام إنما هو الاعتذار لله رب العالمين. يجب على كل من يستطيع أن يأتي حتى يشهد ربه أنه غار على الحرمات، وأنه تألم للمنكرات، وأنه ساءه مكر الماكرين، وأنه في أول الطريق الذي يشهد الله فيه أنه متألم لما يؤلم، وأنه مغتاظ لما يغيظ، وأنه انفرى كبده لما ينفري له الكبد، وهو التعدي على كل ما هو شرعي. أي حاجة اسمها إسلام بتغيظهم غيظ شديد، أي حاجة اسمها إسلام تبقى